متى ستدخل دام لاليتو في المسلسل؟ وكيف سيكون دورها؟ وإلى متى سيبقى يلماز مارتان يهدد نارشيس ليتو بهذه الصور التي حصل عليها؟ وماذا يوجد في هذه الصور أصلا؟ هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في مقطعنا هذا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بكل جديد يخص المسلسل من إعلانات، تحليلات، توقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وكذلك الإعجاب بالمقطع فهو يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا لكم في الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا بنا لنفك شراعنا، وكالعادة لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، نذكركم أن هذا الأسبوع لن تعرض حلقة جديدة من المسلسل نظرا لعطلة رأس السنة كما سبق وشاركناكم. أما بخصوص دام لاليتو فهي من الشخصيات النسائية التي ستلتحق بالمسلسل في القادم من الحلقات، ولكن قبل ذلك نتوقع عددا من الأحداث التي ستسبق ذلك، لأن يلماز مارتان لن يتوقف عن تهديد نرجس بهذا الموضوع، وقد تصل به لدرجة أن يهدد يافوز أيضا ووالديه لتحقيق مصالحه وغاياته، خاصة بعد الفشل المستمر في تسيير تجارة والده في المخدرات وما نتج عن ذلك من غضب والد يلماز والجهات التي يعمل معها. ومع الانتصارات المتوالية لإبراهيم خليل، فالحفرة التي سقط فيها يلماز ستجعله يهددهم بالصور مرات عديدة للحصول على ما يريد، وهذا ما سينتهي بإحضار داملا هي الأخرى إلى منزل العائلة، وبذلك سوف تدخل في أحداث المسلسل. ومن الواضح أيضا أن داملا ستكون شخصية متمردة عاصية كطارق ليتو وتامر ليتو، وسيصعب التعامل معها. ومن جهة أخرى حقدها على العائلة التي أجبرتها على ترك الحياة التي كانت تعيشها والقدوم إلى المنزل سيدفعها إلى السعي للانتقام منهم والتمرد عليهم، وهذا ما قد يدفعها إلى التعاون مع خليل إبراهيم لإفساد تجارتهم. ومن هناك سوف تتصاعد الأحداث، وقد تنشأ غيرة أخرى من طرف زينب على ابنة عمها. أما الصور فالغالب أنها صور من الملهى أو شيء كذلك. مشاهدينا الكرام، كل هذه تبقى توقعات وتخمينات، قد تخطأ وقد تصدق، نشارككم بها لتشاركونا أنتم أيضا بآرائكم في التعليقات، فلا تبخلوا علينا بذلك. والآن وصلنا إلى نهاية المقطع، إلى اللقاء.